وليد. انت في الاعلام الرياضي؟ لا والله خش انت وليد قبل ما يفكر شويه. لا اخش عشان الموضوع صعب. لا مش صعب ولا حاجه، الاعلام الرياضي انت خش وانا اخش معاك على طول. ماشي، ما تقلقش. انا سهلها عليك. يعني انت بقى لنا فتره اعلاميين كتير مش موجودين. الاعلام الرياضي كان عامل حاله في الشارع الرياضي ما بين نقد، ما بين ده متفق مع الوايت نايتس، ده متفق مع الالتراس، ده مختلف مع الالتراس، مشاكل، ازمات. انت كلاعب كوره بتبص له ازاي؟ هل هو في ظهرك؟ هل هو مساعدك؟ هل هو سبب بناء المنظومه؟ هل هو سبب انهيار المنظومه؟ لا هو انا مش عايز اقول سبب انهيار ولا سبب، احنا زي ما قلنا يمكن من الاول على جمهور اللي ممكن هي همزه الوصل اللي بين الجمهور واللعيبه دي تكون سبب. برضو ممكن بين الاعلام او الجمهور في همزه كده يعني محدش عارفها ايه اللي بينهم، ده اللي بيوصل الامور انها تحصل مشاكل او تحصل حاجات. لكن انا بقول الاعلام الرياضي لما بيبقى عايز يوصل حاجه كويسها وبيوصل ان مثلا عايزين الدوري يبدا وعايزين الدنيا، خلاص انا بحس بكده ان خلاص الدنيا بتتجه للاعلام اللي هو عايزه. لكن عايز بقى حاجه تانية ان الدنيا يقول لك الالتراس بيعمل او بيخرب او الدنيا لا مفيش كوره مفيش، برضو بتوصل للاتجاه اللي هو عايزه. يعني الاعلام في مصر كان اعلام رياضي او سياسي هو اللي بيواجه كل حاجه، وعلى كده بتمشي اروح لك بقى اسهلها لك شويه. شايف ان الاعلام بيشوفها من وجهه نظره هو؟ زي امبارح احنا لسه بنتكلم دلوقتي في موقف مثلا احمد عبد الظاهر، فانت قلت لي يعني سيب كل ده وهنروح هنا معاك مليون في المية وجهه بص نظر. احنا ممكن نتكلم في الاعلام الرياضي وسياسه الاعلام في مصر. في حاجات كتيره جدا غلط، زي حاجات كتيره جدا في مصر. انا كنت فاكر ان ما عندكش ولا حاجه، دلوقتي بقى لا اتكلم وليد بقى عندك حاجات كتير. ماشي. انت بتتكلم اولا في حاجات كتير جدا الرؤيه فيها مش واضحه للناس كلها. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا لما تيجي تتكلم على حاجات زي حدث زي اللي حصل مثلا بتاع الظاهر، ما ينفعش ان انت تسيء بالمنظر ده وتعمل ضغط وبعدين في سباب وبيطلع الفاظ وبيطلع كلام كتير جدا. صح. فاهم؟ في وقت احنا محتاجين نفرح. تمام، مش محتاجين اي لغط سياسي او ندخل سياسه في الموضوع خالص. ده كل واحد بيبص ان انا زي ما بيقولوا حدث لنفسه، عايز انا بقى بستنى الوقعه لحد عشان اعمل حدث. في ناس بتركب الموجه. ما هي دي. انا اطلع اقول لك كلمتين عشان اكسب نقطه عند حد او بنت عند حد، ان انا طلعت اتكلمت في الوقت ده على فلان، فانا كويس. فرحت امبارح في ناس كتير طلعت قالت كلمتين امبارح. انا والله ما تابعتش، انا مش متابع الامان بشكل كويس، لان انا زي ما قلت لك الامور مش واضحه لينا. انا نفسي الاعلام الرياضي زي حضرتك انت بتتكلم، اما تيجي تتكلم حتى في حته سياسيه بتبقى ايه؟ ما بتفهمش فيها قوي بصراحه، وما تبقاش عايز تتكلم. انا حتى في المقدمه بتاعتك في كلامك يا وليد الحمد لله الواحد متابعك، يعني ما تتكلمش في النقطه اللي مالكش فيه، ما بتتكلمش فيه. صح. فاهمني؟ انت دلوقتي مقدم برامج رياضيه فعلا، تتكلم في رياضه، خلي برنامج الرياضه ده خليه في سياسه. فاهم قصدي؟ يعني كل واحد يخليه في شغله، ودي الحته اللي ناقصانا في مصر كلها، وانا بتكلم عن نفسي برضه، يعني كل واحد يخليه في شغله بس. يعني حاسس ان انت يعني وانت نجم كبير ممكن حد ينتقدك وانت عندك بيت وبتاع ويبعد عن الملعب تضايقك؟ بتحصل كتير. بتضايقك ولا ده حاسس ان ده طبيعي؟ لا ليه، انا الحمد لله ما حدش اساء لي بشكل كبير، بس لعيبه كتير زمايلي حصلت معايا كتير جدا وبشكل مبالغ فيه. يعني لازم يراعوا ان الناس دي مثلا معلش في ناس عندها اسره في البيت برضه. ليه زميل لينا كتير حصل امبارح وحصل موقف مش ظريف. تمام، مش هقول مش عايز اكرر عشان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده. زميل لينا في اوضه اللبس كان متنرفز جدا، عرفنا ان في كابتن كبير واعلامي كبير حصل ان هو اتكلم عليه بشكل مش كويس قوي قبلها بيومين ثلاثه، لدرجه ان هو كنت هشوف الدمعه هتنزل من عينه امبارح في اوضه اللبس. والله. فلازم النقد ما يبقاش بالمنظر ده، يعني هو انقد كوره، انما ده خرج بره نطاق الكوره خالص، بيتكلم في حاجات ثانيه خالص. عندك حق، صح. انا بتفق معاك مليون في المية. انا عايز اقول لك ان انا ساعات لما باجي بحس ان انا هتكلم في حاجه تخص واحد غير الرياضه اقولها على استحياء عشان رئيس التحرير ما يزعلش. بصراحه يعني انا بقول لك السر، يعني لازم تقول بس اللي هو ايه